السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير. اول حاجة هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل أكلة بسيطة، يعني وتكلفتها يعني بسيطة برضو بصراحة، وما خدتش حاجة في الطبخ. انا هعمل أجنحة، انا اللي بجمعها، يعني لما بجيب الفرخة ما بطبخهاش كلها، طبعا بطبخ على قدي انا واسرتي يعني. آآ، فباجمّع الأجنحة وباجمّع الكبد والقوانص وكده. أول حاجة جِبت بصلة وقطّعتها، وجِبت مقلاية كده وحطيت فيها ورق لوري وفص حبّهان، ونزلت بالأجنحة والرقاب بتاعة الفراخ اللي أنا برضه باجمّعها، والكبد والقوانص. يعني اللي هي حوايج الفرخة، بتتسمى الحاجات دي كده حوايج الفرخة. لأن أنا باجيب الفرخة باخلي صدرها عشان أعمله بانيه، أنا ما باشتريش بانيه من برّه، أنا اللي باخلي الصدر عشان أبقى ضامنة إن هي بتاعة فرخة واحدة، مش مجمّعين من كذا فرخة بقى حاجة، أنا ما باحبش كده. فباجمّع فباعمل البانيه باخليه وباجمّع بقى الأجنحة والرقاب والكبد والقوانص والقلوب كده. وبعد أمّا غيّرت لون بانزل بالبصلة وعليها ملح وفلفل وشوية بابريكا. وبرضه باحط رشة زعتر كده خفيفة مش كتير عشان الزعتر يعني نفّاذ، ريحته نفّاذة أوي. وشوية روزماري. غطّيت عليها بقى عشان ياخدوا ويدّوا مع بعضهم كده، هاجي في حلة تانية وهاجهّز لوبيا. نزلت بالبصلة كده في حبّة زيت، أحمّرها شوية. هادّي لها لون كده، وبعد أمّا تاخد اللون هانزل طبعًا بعصير الطماطم. كده أخدت اللون اللي أنا عايزاه. هانزل بعصير الطماطم بقى وأحط ملح وفلفل يعني نُص معلقة سكر صغيرة كده عشان بس تعادل الحموضة بتاعة الطماطم. فلفل أسمر، وبرضه شوية بابريكا كده عشان تدّي لون أحمر في التسبيكة يعني. هاسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده. هنا كده كنت باشوف الأجنحة يعني والرقاب وكده، الطماطم اتسبكت أهي خلاص. هانزل بقى باللوبيا. أنا لحد دلوقتي يا جماعة باتلخبط ما بين اللوبيا والفاصوليا، يعني لو رُحت اشتريتها باقول للراجل عايزة أم عين سودا، عايزة اليابيضة كلها. يعني ربنا يستر وتطلع دي اللوبيا، مش عارفة ليه باتلخبط، مع إن أنا يعني بقى لي 8 سنين يعني باطبخ الحاجة دي عادي. هنا بقى الطاسة دي يا جماعة عرّفوني أعمل إيه فيها، هو دوّة كبير من أيام فرحي، وغلطتي إن أنا عملته لقلية البطاطس، فباظ معايا. سخّنته على النار، وماركة تيفال والله يعني حاجة محترمة. سخّنته على النار وعملته بالسكينة كده فاتجرّح، ومستخسرة أرميه بصراحة، عملت فيه الرز، فمش عارفة أعمل فيه إيه. هنا عملت معاهم حبّة رز حبّة وحبّة. باغرف بقى السرفيس بتاعي. ممكن بقى تغرفي كلّه في سرفيس واحد، كل العيلة يعني تاكل فيه، أو كل واحد طبق على حسب بقى ما أنتم عايزين. وغرفت اللوبيا والأجنحة دخّلتها تحت الشواية، ودي أكلة النهارده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.